الاعلان تاع الدول باللي المغرب فازت كما يقولوا هما يقولوا فازت، انا نقولوا عادي يعني بتنظيم الكان. والغريب انه تنظيم الكان هذا جاب يعني الاعلان هذا جاء مباشره بعد الزلزال. فانا فسرت الموقف المروك. انا بالنسبه للجزائر خلاص انا حاسم الامر تاعي، عارف باللي بنفتحها يعني الجزائر مش راح تنظم الكان، عارفين. قلت لكم يا جماعه عام من قبل، بصح قاعد نشوف انا تعجبت، قلت المروك هذا خارج من زلزال، يعني اخلاقيا يعتذر، اخلاقيا يعني من المفروض الاموال كلها تروح لترميم البيوت التي سقطت، الاموال تروح لتعويض الضحايا. هذه اللي نعرف هذه يا جماعه داخل اخلاق الدوله، مش اخلاق الافراد، اخلاق الدوله. الدوله كي يكون عندها اخلاق، دوله كي تكون تحترم شعبها. وانا قلت لكم شعب تاع حمير لا يستحق الاحترام، شوفوا واش راهم يديروا لهم. انا قلت باللي بعد زلزال الدوله تاعهم يقولوا لهم لا احنا كنا رايحين ننظموا المونديال الكان، ولكن لما وقع هذا الزلزال راهم عندنا بيوت هدمت. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا من احد الاشخاص الجزائريين اللي كيضلوا يسبوا في المغاربه ويسبوا في المغرب. دابا راه داير لايف، هذا سميتو مصطفى بونيف، داير لايف على التنظيم ديال كاس افريقيا اللي غينظموا المغرب في 2025. وحتى هو راه بتالع الطعم كما قلت لكم في الفيديو اللي داز، حتى هو بتالع الطعم بانه المغرب راه هو اعتذر عن تنظيم كاس افريقيا للامم 2025، وراه هو غادي تنظموا الجزائر. وخدا الفكره، ومن بعد مني صدق بانه راه هذاك الفيديو راه غير فيديو ساخر ديال سعيد برنوس. دابا راه اش كيحاول يدير، كيحاول يبني الفكره ديالو ويقنع الجزائريين بانه المغرب راه ما خصوش ينظم كاس افريقيا. علاش؟ لانه يلا خارج من الزلزال وضربوا الزلزال، من المفروض انه هذيك الاموال المرصوده اللي غترصد لكاس افريقيا الامم انه الاولى انهم يعني كما قال هو وكما سمعتوا يرمم بها البيوت ديال المتضررين من الزلزال. وهذا علاش كيدل بانه كذلك هذا هو واحد من الناس اللي كيضلوا يتهجموا على المغرب والمغاربه. عاودوا نتصنتوا شايفين، وعندنا ضحايا وعندنا جرحى وعندنا وفيات. نعم، وعائلات راها يتمت، وتأمينات لازم تسدد، وتعويضات لازم تسدد. الاموال هذه الشعب اولى بها، اولى من كرة القدم. اذا هو في النظر ديالو انه المغرب يتنازل الجزائر يتنازل على تنظيم كاس افريقيا للامم، ويتوجه غير سميتو يعني المسائل ديال الزلزال اللي ضربات المغرب. هذا هو التصور اللي كان عندي، وهكذا تتصرف الدول، يعني الدول اللي تحترم شعبها. علما ان هذه الفكره هذه راه هو بتالع الطعم ديال سعيد برنوس، وخدا هذيك الفكره وكيحاول يبني عليها واحد الموقف، ويبني عليها واحد الموقف اللي كيقنع به الجزائريين بانه راه المغرب راه ما خصوش ينظم كاس افريقيا، خاصو يتجه لاعاده الاعمار ديال الضحايا والمناطق اللي ضربها الزلزال على حساب الفكر ديالو، على حساب العقل ديالو. والله ولا شيء من هذا. يعني قاعدوا ملحين اصرارا على تنظيم الكان. علاش؟ يعني في رايكم علاش ملحين لازم تنظيم الكان؟ اذكر في الجزائر والله العظيم يعني هم شايفين باللي لما ينظموا هم. هذا غير صحيح. دابا هذا راه داير لايف مباشر، هذا كيضل يتهجم على هذا من واحد من هذوك الجزائريين المستاجرين اللي يضلوا النهار وما طال هما كيتهجموا على المغرب ويتهجموا على الانجازات ديال المغرب. قال لك هي المغرب راه نظم كاس افريقيا 2025 زكرها في الجزائر،
هو ما فخباروش بانه المنشآت الرياضيه اللي كيتوفر عليها المغرب والبنيه التحتيه والبنيه الفندقيه والطرقات والسكك الحديديه، يعني حنا المغرب راه جاهز، الا المسائل ديال الملاعب اللي راه كيبنيها وكيرمم فيها، وهذه المساله يعني ما غتطلبش واحد يعني شي ميزانيه كبيره كما كيقول هو. كان تصنتوا رايحين يستفزوا الجزائر. هاو الجزائر واش قالت لهم؟ اشربوا صحتكم. العقليه كي دايره. مضمون كان نظم. شوفوا لو كان الجزائر اعلنت على سحب ملفها قبل شهر ولا شهرين، المروك والله غير يسحبوا الملف تاعهم. اقسم بالله العظيم غير يسحبوا الملف ويعتذروا على تنظيم الكان، يقول لهم يسحبوا الملف تاعهم، يقولوا ما نترشحوش. هما دايرين هزكاره في الجزائر. لقجع وهو من اسماء الحمير. حنايا الحمار نقولوا الشيء على مستوى كي داير. لا علاقة له لا بالصحافة ولا علاقة له بالثقافة، ولا ما عندوش. هم بحال هاد الأمثال هادو اللي كيأجوا الفتنة وكيديروا الفتنة ما بين المغاربة والجزائريين الأحرار. السبان كيعرفوا السبان والمعيور. مانيش عارف، كاين مناطق في الجزائر هنا الحمار نقولوا له لقجع. انا كيقولوا لقجع نقعد نضحك، انا نقول سيدي كيفاش بنادم مسمينو اسم تاع حمار، نقعد يعني دايخ. مش بصح مرة كتقبل منهم كلش. اقبل فوت والله لا عجب يعني. خلقوا لي والله خلقوا باش الجزائريين او الجزائر ما تسرطاتش ليهم كما كنقولوا، ما تهضماتش ليهم، ما تقبلوش ان المغرب غادي ينظم كاس افريقيا ل 2025، وما تهضماتش ليهم الانجازات اللي كيحقق المغرب والسياسه الرياضيه والسياسه الخارجيه اللي كيحققها، والانجازات السياسيه والمكاسب السياسيه الى اخره اللي كيحققها المغرب، رغم انه عندنا مشاكل، عندنا ظروف اقتصاديه يعني، وهذه الظروف الاقتصاديه يعني راه عالميه كيتاثر بها المواطنين، كالغلاء الاسعار، الغلاء ديال البنزين ليسانس والمازوت، هادشي كله عندنا وراه كيعاني كاع منه العالم. ولكن على الساحه يعني كاينه انجازات، لا في رياضيه، انجازات سياسيه الى اخره. باش يضحكونا. المهم هما دايرينها انتصار، هما دايرين باللي انتصار، يعني انهم مبروك عليكم، راح تنظموا الكان، مبروك عليكم. رفدوا الشكاره يعني القله هذيك والمشف، وروحوا طلبوا صدقه من صندوق النقد الدولي يعطيكم دراهم. اذا كما قلت لكم في الفيديو السابق انه هو بنى هذه الفكره ديال انه سعيد ابرنوس قال لهم ودي في الفيديو لح هذيك القضيه ديال ان المغرب راه ما غاديش يقدر ينظم كاس افريقيا وغيشكل عليه واحد العبء ماليا واقتصاديا، لانه غيمشي يستاذن من البنك الدولي ولا من صندوق النقد الدولي، وهذا غيزيد يتقل الكاهل ديال الميزانيه ديالو وغيدير عليه واحد العبء الميزانيه. هو خدا هذه الفكره هذه وبنى عليها هذه الاكاذيب ديالو، وكيحاول يفهم ويحاول يوهم الجزائريين كما كنقولوا هذوك الجزائريين اللي مساكن ما عارفينش، كيوهمهم بهذه الفكره هذه بانه راه المغرب ما غيقدرش ينظم كاس افريقيا ل 2025. وهو دابا دار هذا راه لايف، هذا مضمون كان. الناس ما لقيتوش كيفاش تسعفوهم، ما لقيتوش كيفاش تعالجوهم، هو دابا كيتهجم على المغرب والمغاربه انهم ما قدوش يسعفوا المتضررين من الزلزال، وهذا غير صحيح. بيوت حطمت على رؤوس سكانها، وانت رايح تنظم في فرحان بترميم الملاعب. عندك احتياطي صرف ما عندكش، راك غارق في الديون، راه قريب الملك يقول لهم يا ودي اعطونا الطاكوس وما تخلونيش، العائلات راهم يتفرجوا، راهم جماعه قالوا لي انت يا والله يعني هذا انا قلت لكم انت اصلا ما عندكش واحد المستوى ديال النقاش، انت لا علاقه لك بالثقافه، لا علاقه لك بالاحترام، ما عندكش. اذا واش انت مسؤول؟ واش انت واحد المثقف جزائري اللي كيمثل الجزائريين كتحاول في اللايفات ديالك وتحاول في الفيديوهات ديالك كتسب كتضرب في الاعراض ديال الناس، تضرب في ما خليتي حتى واحد كاع الشخصيات، كاع كتسب الاعراض ديال الناس. احترام مشاعر الانسان، انت لا تحترم اصلا مشاعر الانسان، ما كتحترمهاش.
مشاعر المواطن تكون يعني هذه أبسط أبجدياتها. أبسط أبجدياتها أنك أولا تعلن الحداد، أنها تقول ما شفتهاش، يظهر لي ما لاحظتهاش، ما يعني ولا مرة لا حدث. الملك أنا ما لاحظتوش عزاء، الملك احنا شفناه في صور ما نعرف لا هو لا مش هو، قال لك راه يتبرع بالدم. أنا مش شفت واحد عنده إيدز يتبرع ما روح. اذا هذا واحد من بزاف ديال الجزائريين اللي الهم ديالهم هو يسبوا المغاربه ويسبوا المؤسسه الملكيه ويسبوا الرموز ديال الدوله المغربيه النهار وما طال، وهما يسبوا فيهم. ولكن بالنسبه للمغاربه المؤثرين المغاربه والمثقفين المغاربه يعني ما كيسبوش، كيرجعوا لهم ولكن كيرجعوا لهم يعني بمسائل اللي هي معقوله ودلائل ومسائل منطقيه. هادشي اللي كاين. نتمنى نشوفكم في شي فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.